نهضروا بصراحة، حوار الباحثين عن الحقيقة، أسئلة صادقة وأجوبة من كلمة الله. الحلقة الثالثة، شكون هو يسوع؟ بابا سيدي، في الحلقات اللي فاتوا هدرنا على الكتاب المقدس وعلى النعمة وعلى العهد القديم والعهد الجديد، ولكن باقي عندي واحد السؤال كبير شوية، وهو اللي شاغل بالي من الأول. شكون هو يسوع بالضبط؟ بنتي، هذاك هو السؤال الحقيقي، السؤال اللي الجواب ديالو كيبدل حياة بنادم كاملة. أيوة جاوبني. غادي نجاوبك، ولكن بغيت نبدأ من حاجة يمكن ما متوقعاهاش. يسوع كان إنسان حقيقي، ماشي أسطورة، وماشي حكاية من الخيال، وماشي شخصية اخترعوها الناس المتدينين. كان إنسان عاش فوق هاد الأرض، مشى في هاد الطرقان، وعاش في واحد الوقت معروف في التاريخ. تزاد في بيت لحم وكبر في الناصرة، وهي مدينة صغيرة وما كانتش مشهورة بزاف. حتى أن واحد من تلامذ ديالو من اللي سمع باللي يسوع من الناصرة قال: واش عمر شي حاجة مزيانة تقدر تخرج من الناصرة؟ إنجيل يوحنا الإصحاح 1 العدد 46. هادشي كيبان عادي بزاف. بالضبط، يسوع كان كيتعب بحال أي إنسان، كان كيجوع، كان كيعطش، وكان كيبكي. أقصر آية في الكتاب المقدس كاملة هي: وبدا يسوع كيبكي. إنجيل يوحنا الإصحاح 11 العدد 35. ملي مات صاحبه لعازر وقف قدام القبر وبكى، ماشي دار راسو حزين، بكى من قلبه. بصراحة ما كنتش كنتوقع هادشي. بزاف ديال الناس ما كيفكروش في هذا الجانب ديال يسوع، كيشوفوه غير كشخصية دينية كبيرة، وكيغفلوا باللي كان إنسان حقيقي عاش وسط الناس. تلامذ اللي عاشوا معاه تذكروا حتى الأبسط التفاصيل، تذكروا كيفاش حول ماء الخمر في عرس قانا، وكيف نعس في السفينة وسط العاصفة، وكيف من بعد ما قام من الموت جلس مع أصحابه على شاطئ البحر وكلا معاهم الحوت. هاد الشي ماشي تفاصيل كيختارعها بنادم، هذه ذكريات حقيقية كتبقى محفورة في القلب، وكتبان في الكلام ديال اللي عاش الحدث بعينيه. مزيان، فهمت باللي كان إنسان حقيقي، ولكن علاش المسيحيين كيشوفوه أكثر من نبي؟ حيث يسوع قال أمور على راسه ما قالها حتى شي واحد قبل منه. وقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، اللي كيجي لعندي عمره ما غيجوع، واللي كيأمن بيا عمره ما غيعطش. إنجيل يوحنا الإصحاح 6 العدد 35. وجاوبهم يسوع وقال: نقول لكم الحق، راه قبل ما يكون إبراهيم أنا كنت. إنجيل يوحنا الإصحاح 8 العدد 58. وزاد: اغفر الخطايا للناس. مرة قال واحد الرجل المريض: أولدي راه تغفروا لك ذنوبك. إنجيل مرقس الإصحاح 2 العدد 5. وذاك الوقت العلماء الدينيين تصدموا، حيث كانوا عارفين باللي الله وحده اللي كيغفر الخطايا، ولكن يسوع ما رجعش في كلامه. يمكن كان غير كيهضر باسم الله. إلا كان الأمر هكاك، كيفاش نفسروا كلامه الآخر؟ مرة قال له يسوع: راه اللي شافني شاف الآب. إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 9. وقال حتى: أنا والآب واحد. شوفي الفرق، الأنبياء كيشيروا لله، أما يسوع فكان كيهضر على راسه بطريقة مختلفة، وحتى الناس اللي سمعوه فهموا المقصود ديالو لدرجة بغاو يرجموه بالحجارة. إيوة، يا إما كان صادق يا إما كان مخطئ. بالضبط. واحد الكاتب مسيحي مشهور C.S. لويس قال: يسوع ما خلى لنا حتى منطقة وسطى، ما نقدروش نقولوا غير كان معلم مزيان ونحبسوا تما، إما كان هو فعلا اللي قال على راسه، وإما لا. هادشي كيخليني نفكر بزاف. وهذا هو المطلوب، حيث يسوع هو طرح نفس السؤال على تلامذة ديالو. قال لهم: وانتم شكون أنا في نظركم؟ ما قالش أشنو كيقولوا الناس ولا أشنو كيقول الدين، قال: وانتم شكون أنا في نظركم؟ وشنو جاوبوه؟ جاوب سمعان بطرس وقال: انت هو المسيح ولد الله الحي. متى الإصحاح 16 والعدد 16. ويسوع ما قالش ليه راك غلط. ولكن هاد عبارة ولد الله صعيبة عليا شوية، واش معناها باللي الله عنده ولد بحال البشر؟ لا بنتي، هاد العبارة ما كتفهمش بمعنى جسدي. في الوقت ديال يسوع كانت كتعبر على العلاقة الخاصة والقرب الفريد من الله. يسوع قال: حيت الآب كيبغي ولده وكيوريه كل ما كيدير وغيوريه. إنجيل يوحنا الإصحاح 5 والعدد 20. شوفي الجمال ديال هذا الكلام، ما قالش كي أمرني فقط، قال كي يوري ليه كل شيء، بحال أب قريب بزاف لولده. هاد العلاقة مختلفة على اللي كنت كنتصور. فعلا مختلفة. موسى سمع الله في العليقة، وإيليا سمع صوته في الهدوء، أما يسوع فقال: أنا في الآب والآب فيا. إنجيل يوحنا 14 والعدد 11. علاقة فريدة وقرب خاص.
والأجمل من هذا الشيء كامل هو أن الله باغي هذا القرب يكون متاح لكل إنسان. فصلى يسوع وقال باش يكونوا كلهم واحد، كما أنت الآب فيا وأنا فيك، وباش يكونوا حتى هما واحد فينا، ويآمنوا الناس ديال الدنيا باللي انت صيفطتيني. إنجيل يوحنا الإصحاح 17 العدد 21. يعني القضية ماشي غير دين. إيوا دابا بديتي تفهمي المعنى الحقيقي. يسوع ما جاش غير باش يعطينا معلومات على الله، ولكن جا باش يورينا شكون هو الله ويقربنا ليه. جا باش يفتح لنا الطريق باش تكون لنا علاقة حقيقية مع الله. شكرا على المتابعة. إذا بغيتي تكمل الحوار تواصل معنا على الواتساب 0642 83 33 22. إلى لقاء جديد مع لقاء الأحبة نهضر بصراحة.